واحد معدي ابن الجوزي بيحكي عنه شاب يقول لك ما ترك باب معصية إلا طرقه لها، وأمه كانت من العابدات تكلمه يا ابني مفيش. وهو ماشي في مرة كده بالليل، ماشي معدي من التراب مروح، بص لقى عضماية بارزة من التراب. الشاب راح ماسك العضماية كده، جيب يمسكها بيشوفها، راحت اتفتتت في ايده، فنظر إليها وقعت على الأرض حتة تراب، فقال وأكون أنا مثل هذه، هبقى كده اهو. فراح بيته مشدوم، لا زال مصدوم من مشهد الموت. دخل على أمه لقيته بشكل تاني خالص، فأخذ يبكي ويقول يا أماه ما يفعل السيد بعبد أبق منه. عبد كان عنده مملوك سابه هرب وبعدين مسكه، بيعمل فيه ايه؟ فقالت يا بني يلبسه مسوح الصوف ويجعل الغل في عنقه ويربطه يكتفه عشان عمل كده. قال يا أماه إذا فألبسيني الصوف واجعل الغل في عنقي، فوالله لقد فررت من الله وأبت إليه اليوم. النهارده أنا رجعت بعد ما كنت هربان. ولم يزل في حجرته يدعو ويصلي ويبكي، حتى قالت كان متفكرا في آيات الله عز وجل، حتى استيقظت ليلة فسمعته يقرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هوقف الأنبياء واسألهم، أمال أنا هيحصل إيه معايا؟ فضل لازال يكررها ويكررها ويكررها ويبكي حتى قالت أمه فسكت. فدخلت عليه فوجدته سقط على الأرض، فقلت يا بني كيف تجدك؟ فلم يزل يبكي ويكررها. بتقول له تعمل ايه يا ابني؟ إيه انت وقعت كده ليه؟ فضل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ويكررها الآية. فأمه شافته وقالت ده بيموت شكله باين عليه. فقالت يا بني متى اللقاء؟ قالت اما اطمن كده على آخرته شكلها ايه؟ متى اللقاء؟ أين اللقاء؟ قالت فأجابني بصوت ضعيف وقال يا أماه إذا لم تجديني في عرصة القيامة، لو جينا يوم القيامة بصيتي كده ما لقيتيش ابنك فسالي مالكا خازن النار عني، وودوني النار خلاص. ثم مات. فخرجت أمه تنادي وتقول هلموا للصلاة على قتيل النار. ما قتلوش إلا الفكر في الآخر. هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال الراوي فلم يرى كاليوم قط أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. مات في قلب الليل وما عرفوش الناس جم منين عشان يصلوا عليه، وكانوا كلهم واقفين بيبكوا عليه والناس لا انت قريبي ولا انا عارفك ولا حاجه، لكن اخذ الله عز وجل قلوبهم.